شهدت الساحة الرياضية المصرية واحدة من أكثر المفاجآت دوياً خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشكل مفاجئ عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو القرار الذي أحدث حالة من الصدمة داخل أروقة القلعة الحمراء وخارجها. الخبر الذي خرج من داخل اجتماع مجلس إدارة الأهلي مساء الخميس الماضي لم يكن متوقعاً بأي حال، لا من أعضاء المجلس ولا من المقربين من بيبو، الذي كان قد بدأ فعلياً الاستعداد لخوض معركة انتخابية جديدة وسط توقعات باستمرار مسيرته الإدارية الناجحة. لكن ما حدث كان عكس كل التوقعات، فبينما كان الجميع يستعد لمناقشة بعض بنود الجمعية العمومية المرتقبة، فاجأ الخطيب الحضور بخطاب رسمي أعلن خلاله عدم خوض الانتخابات، بل وطلب إعفاءه من إدارة شؤون النادي حتى نهاية ولايته، مبرراً قراره بأسباب صحية وضغوط نفسية متراكمة. لم تكن هناك أي مؤشرات مسبقة على هذا القرار، بالعكس كانت الأمور تسير نحو تحضير الخطيب لقائمة قوية استعداداً للانتخابات، مع الترتيب للجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 19 من سبتمبر الجاري لتعديل بعض مواد اللائحة الأساسية وفقاً لتعديلات القانون رقم 171 لسنة 2025. وتؤكد مصادر خاصة من داخل الأهلي أن القرار تم اتخاذه بشكل سري للغاية، ولم يطلع عليه سوى شخص أو اثنين من أقرب المقربين إلى الخطيب، ولم يتم إعلام أعضاء المجلس إلا داخل غرفة الاجتماع، حيث فوجئ الجميع بالخطاب المعد مسبقاً والذي سلمه الخطيب بنفسه إلى سكرتارية الاجتماع، معلناً رغبته في عدم الاستمرار في منصبه لأي فترة مقبلة. القرار نزل كالصاعقة على الحضور الذين لم يجدوا الوقت الكافي لاستيعابه أو مناقشته، خصوصاً أنه جاء مدعوماً بتفاصيل طبية وشخصية تتعلق بحالة رئيس النادي الصحية وتعرضه لضغوط متواصلة خلال الأشهر الأخيرة أجبرته على السفر خارج البلاد أكثر من مرة لإجراء فحوصات دقيقة، ما يؤكد إصرار الخطيب على قراره أنه أرسل نسخة من خطاب الاعتذار إلى مدير المركز الإعلامي للنادي وكذلك إلى أحد كبار مسؤولي قناة الأهلي، وطلب منهم إذاعة القرار رسمياً عبر المنصات الإعلامية للنادي، لكن الطرفين أبدياً تحفظاً كبيراً ورفضاً نشر الخبر، ربما رغبة في إقناعه لاحقاً بالتراجع أو انتظار موقف جماهيري ورسمي أوسع قبل إعلان القرار الصادم. ورغم ذلك أصر الخطيب على أن يحترم قراره، مؤكداً أنه لا يسعى لإثارة ضجة إعلامية أو استدرار التعاطف، لكنه يشعر بضرورة الابتعاد في هذا التوقيت قبل أن تتفاقم الأمور حسب وصفه. الخطيب لم يغادر المشهد قبل أن يودع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث زار ميران الفريق يوم الخميس الماضي وألقى كلمة تحفيزية أخيرة عليهم، ثم توجه إلى اجتماع المجلس، التقط صورة جماعية مع الأعضاء وغادر الاجتماع قبل نهايته. منذ ذلك الوقت أغلق هاتف الخطيب الشخصي ولم يرد على أي من اتصالات زملائه في المجلس أو رموز النادي، وفضل الانعزال التام، وكأن قرار الابتعاد لم يكن فقط عن المنصب بل عن كل ما يرتبط به من صخب وضغوط بحسب مصادر مطلعة. فإن السبب الرئيسي في اتخاذ الخطيب هذا يعود إلى معاناته الصحية المتزايدة في الفترة الأخيرة، التي تطلبت فحوصات دقيقة بالخارج وسط تحذيرات طبية بضرورة الراحة التامة وتجنب التوتر، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع إدارة ناد بحجم الأهلي بملفاته الشائكة وجماهيره المتطلبة وضغوطاته الإعلامية اليومية. كما لم تخفي بعض المصادر الإدارية في الأهلي وجود تباينات داخلية مؤخراً في الرؤى داخل المجلس، خاصة مع قرب الانتخابات، وهو ما شكل عبئاً نفسياً إضافياً على الخطيب الذي يعرف بشخصيته الهادئة وغير الصدامية. رحيل محمود الخطيب عن المشهد يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة داخل الأهلي، فالاسم الذي تردد لسنوات على أنه الرجل الأول بلا منافس يترك خلفه فراغاً كبيراً في القيادة، ويربك حسابات الانتخابات المقبلة، ويعيد تشكيل التحالفات والكتل داخل النادي. العديد من الأسماء قد تطرح نفسها لخلافة الخطيب، سواء من داخل مجلس الإدارة الحالي أو من خارجه، لكن ما من شخصية حتى الآن تحظى بالإجماع أو تمتلك نفس الثقل الجماهيري والإداري الذي يتمتع به الخطيب.
رار الخطيب أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين من يشيد بشجاعته وصدقه في الاعتراف بحاجته إلى الراحة، وبين من يرى أن هناك أسباباً خفية تقف وراء القرار، ربما تتعلق بصراعات داخلية أو تدخلات خارجية. كما طالب عدد كبير من جماهير الأهلي عبر منشورات وتغريدات الخطيب بالتراجع عن قراره، معتبرين أن بيبو لا يزال هو الأجدر بقيادة النادي، خصوصاً في ظل الاستقرار والنجاحات التي شهدها الأهلي في عهده. يذكر أن الكابتن محمود الخطيب تولى رئاسة الأهلي في نوفمبر 2017 بعد فوزه على المهندس محمود طاهر، وحقق خلال ولايته الأولى والثانية سلسلة من النجاحات، أبرزها التتويج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، حصد الدوري المصري والكأس والسوبر عدة مرات، الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة داخل فروع النادي المختلفة، ضبط المنظومة المالية والإدارية، وتحقيق طفرة في الموارد الذاتية. سواء كان هذا القرار هو نهاية الرحلة أم استراحة محارب، فإن محمود الخطيب سيبقى رمزاً خالداً في تاريخ النادي الأهلي، لاعباً أسطورياً وإدارياً ناجحاً، وقائداً ظل دائماً على العهد، وفياً للمكان الذي نشأ فيه وارتبط باسمه منذ نعومة أظافره. ما بعد الخطيب ليس كما قبله، والأهلي رغم تاريخه العريق يفتح صفحة جديدة من تاريخه، قد تكون بلا بيبو، لكنها حتماً ستظل تحمل بصمته.